الحب في الإسلام حلال ولا حرام؟ الإسلام محرمش الحب إذا كان حب بمقصود الحب اللي هو الحب الشريف العفيف، يعني زي حب الإخوات، حب الأقارب. لكن احنا زيفنا الحب بطرق تانية، زي مثلا شاب يكلم شاب بصيغة الحب: أنا بحبك. طيب، لو انت بتحبها المفروض تتقدم لها في الحلال. الإسلام ما خلاش إن الشاب مثلا يقعد يحب بنت ويخرج معاها ويمسك ايديها ويلمسها، كل ده عشان بحبك. طيب وبعد كده، هل ده حلال؟ هل ده ربنا حلله؟ هل انت تقبله على اختك او امك ان يتعامل معاها كده، ان واحد يكلمها او يمشي معاها بدون زواج، بدون حلال؟ فاذا طبعا الحب بالصورة دي حرام، لان الحلال ان انت تتقدم لها وتخش بيتها تتزوجها او تخطبها. طب انت ما عندكش مقدرة، لو انت بتحبها فعلا اسعى العمل، اسعى الشغل وتقدم لها في الحلال. اما ان انت تمشي معاها من ورا اهلها فده طبعا حرام. وطبعا ان انت حتى لو مشيت معاها بمزاج اهلها فهو في الدين اصلا حرام، لان الحلال ان انت تتزوجها فقط.